من بين أعمال المنافقين هو تتبع الأعراض والعورات ديال الناس، يتصيد أي خطأ، يتصيد أي حدث، أي عمل يصدر منك هو تيحظيه غير باش يعلق، غير باش يدير واحد الرابور ويبقى يهضر عليه مع هذا وهذا وهذا. لأن المنافقين راس مالهم هو الهضرة، هو اللسان، ما تيزقلو حتى واحد. هذه الصفة التي تناولتها هذه الآية رقم 79 من سورة التوبة هي صفة من صفات المنافقين. سمعت فلان عطى 200 درهم، بغى يبان هذاك، حتى زعما واحد الانسان دار واحد المبادره خيريه انه مثلا نظم واحد الحاجه يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى، فلان زعما داكشي زعما دايرو لله، تيتصور على بنادم. فهذه من صفات المنافقين. فلان راه عطى هذيك، راه بغى يبان هذاك، طمعا في السمعه، تيحسن في السمعه ديالو هذاك، ولا داك غير طمع في شي حاجه حنا ما بيناش لينا. والتسوقك انت فقط تتعجز هذاك السيد هذاك. الا ما عجزتيش، الا ما فشلتيش، الا ما رجعتيش اللور، فانت لا تساهم باش انه يدير شي حاجه مزيانه. انت فران، انت مكبح لهذا العمل الخيري الذي يقوم به او الذي اقدم عليه هذا المتصدق. لان هنا فاش الموضوع ديال الصدقه اللي تنهضروا عليه راه يقدر يكون بالمال، يقدر يكون فقط بعمل، يقدر واحد الانسان مثلا طوع لله في سبيل الله، ولا هو بينه وبين الله، حنا ما سوقناش في النوايا. واحد الانسان بادر يعني ببادره طيبه، بمبادره منه في عمل خيري، ربما تيساعد واحد الانسان، ربما تيساعد الناس بالمال ديالو، بالجهد ديالو، بتقديم واحد المساعده كيفما كان نوع هذه المساعده، بتنظيم مثلا واحد التظاهره. اخطر شيء هو انك توقف في طريق واحد الانسان اللي هو تيدير واحد العمل خيري، حتى ولو يكون بينك وبين هذا الانسان هذا شي حساب. الا ما قدرتيش انك تمد ليه يد المساعده ولا تعاونه، يعني ولو بكلمه طيبه، فعلى الاقل سد فمك. اقل حاجه ممكن دير انك تسد فمك وتعطيه اتساع. انت ما سوقكش في النوايا ديالو. مادام هذاك الانسان هو تيدير واحد العمل اللي هو ظاهريا هو عمل زوين وغادي يستافدوا منه الناس، الا ما قدرتيش انك توقف معاه وتساعده بالكلمه الطيبه، بالجهد ديالك بايديك، فاقل حاجه تلتزم الصمت وتعطيه اتساع. لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يقدر غير واحد الكلمه طيبه تشجع هذاك الانسان. كان باغي يعطي مثلا 10,000 ريال يولي عاطي 20,000، كان باغي يقدم واحد النوع ديال المساعده يولي مقدم 100. اخطر شيء هو انك تحكم على النوايا ديال الانسان. ما عمرك ما تجرأ على النوايا ديال الانسان. تقدر تشك، ممكن تشك، ولكن هذاك الشك احتفظ به لنفسك، هذاك الشك احتفظ به لراسك، خليه بينك وبين راسك، والا فانك تتلعب بالنار، فانك يعني ترمي بنفسك يعني في واحد المكان اللي انت ما قادرش عليه. معلوم ان المنافقين هم اخطر البشر. المنافق هو الذي يخفي يعني كيده، ويخفي خبثه، ويخفي عداءه، وتيبين لك هو غير الزوينه، ولكن هو مورا ظهرك راه هز واحد الخنجر قداشنا هو وتيشرق لك في ظهرك. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى توعدهم في القرآن الكريم كاملا بأنهم في الدرك الأسفل من النار، لقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. المنافق فيه الحاسد، وفيه الحاقد، وفيه الخبيث، جميع الصفات يعني ممكن أنك تلقاها في المنافق. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.